السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو ديال اليوم غادي يكون من المحل اللي كنتقدم منه منتوجات اورغانيك اولا طبيعيه، وكذلك بدون السكر وبدون جلوتين. غادي يكون فيه جميع الاجوبه على الاسئله اللي كتخليو لي في لي كومونتير. تبعوا معايا الفيديو للاخير، غادي يكون مفيد جدا وتستافدوا منه وتعرفوا على المنتوجات الصحيه صوت وصوره. هنا بسم الله غنبدا على الشوكولا اللي كيسولوني عليها بزاف وكيطلبوا مني لومبالاج ديالها اولا نصور ليهم لومبالاج. بالنسبه للشوكولا كاين انواع كثيره، واي بلد كنتو فيه غادي تلقاو الشوكولا بدون سكر وفيها نسبه الكاكاو عاليه. انا صورت لكم الماركات اللي كناخذ، كل مره كناخذ وحده في هادو. الجهه الفوقانيه كان الشوكولا البيضاء والتحت كاين الشوكولا السوداء. كاين 56%، 73%، 86%، 94، كاين حتى 100% اللي كتكون شوكولا نوار وكتكون مره. فانتوما كتاخذوا على حسب الدرجه اللي بغيتو. بالنسبه للسكر كيكون مكتوب فيها 0%، وكيكون فيها اولا ما كيكونش فيها السكر نهائيا، وماشي غير السكر، ما كتكون فيها حتى شي تحليه. الا شريتوها من هاد الاماكن اللي كتكون خاصه بمواد ايكولوجيكا وكتكون بدون سكر اولا بدون جلوتين، داكشي اللي مكتوب هو اللي كيكون، لان كتكون مراقبه شديده. الا شريتوهم من متاجر اخرى ضروري دائما تقراو، خصوصا اللي عندهم السكري. فإلا مكتوب بدون سكر هذا لا يعني ان ما فيهاش تحليه صناعيه، ضروري تقراو. لان اي تحليه كيف ما كانت دايره صناعيه راه كتطلع الانسولين. هنا كاين مواد اخرى غادي نحاول انني نوريكم كل شيء. هذا حب العزيز، اول مره كنلقاه هنا، فمؤخرا ضمنت عليه من المغرب وهنا لقيته بالصدفه، وغادي ندير لكم وصفات كثيره منه. هنا كاين انواع ديال الملح، كاين الملح هيمالايا، كاين الملح الجبل، كاين الملح البحري، وكلها كتكون ايكولوجيكا. هنا كاين انواع ديال الرز. بالنسبه للرز راه كاين انواع كثيره، وكاين واحد النوع اللي زوين بزاف هو الرز الاحمر، كيجي غزال في المذاق. كاين الرز الابيض، كاين الرز الاسمر، كاين الرز اللي كيكون ديك القشره ديالو الغليظه كيكون شويه كحل، وكاين الرز كذلك الاسود راه كاين الفوق. هذا كاين جوج الانواع، كاين الرز كومبلي، وكاين واحد الرز اخر اللي كيكون حتى ديك القشره من برا كيخليوها لهم. كاين الرز الاحمر هذا غزال. كاين انواع كثيره. بالنسبه هنا كذلك كاين الذره، الانواع ديال الذره. هنا بالنسبه للذره كاينه السميده ديال الذره هذه اللي صفراء، كاين الذره اللي كتكون شويه رقيقه دايره بحال الفينو، وكاين الذره اللي كتكون غليظه. الناس اللي عندهم حساسيه للجلوتين، الحرشه كيديروها من هذه كتجي غزاله. هادو كاين الكسكسو. بالنسبه للكسكسو كاين 3 الانواع، كاين ديال الشعير، وكاين هذا كومبلي، وكاين الابيض. هنا كاين العدس، انواع ديال العدس. هذا هو العدس الاحمر كناخذو انا منه، كيدير 4 اورو 5 صان الكيلو، تقريبا نقولوا 800 ريال الكيلو. كاين العدس العادي، وكاين العدس البني، وكاين حتى العدس الاسود. هادو جميع الاقطنيه. كاين اللوبيا، كاين العدس، لا عفوا، كاين اللوبيا، كاين الحمص. هنا كاين اللوبيا الحمراء، هذه كتجي غزال هاد اللوبيا الحمراء. كذلك كاين الصويا. وهنا عندي الزريعه ديال القرعه، وكذلك الزريعه العاديه حتى هي كناخذها منها. هذه كاينه اولا هذه زريعه الكتان، كاين جوج الانواع، كاينه هذه العاديه اللي كنعرفوا، وكاينه هذه الذهبيه. المهم انا حاولت نوريكم شويه من الحاجه. هادو منتوجات اخرى انا صراحه ما كنشريهاش، بحال الصوجه ما كناخذهاش. المهم كاين منتوجات كثيره. هنا كاين قشور البسيليوم اولا القاطونه اللي هي هذه، واللي جاني بزاف عليها الاسئله. هو الشكل ديالها كتباع بالعبار اولا كتباع هادو ديال الشركات، كيكون الثمن ديالهم مرتفع وكيتقاموا غاليين. فانا كناخذ بالعبار 100 غرام 150 غرام حتى كتسالي وكنزيد، كدير تقريبا واحد 600 ريال ل 100 غرام. بالنسبه للبنات اللي في المغرب راه موجوده عند العطار. هادو رقائق ديال الكينوا، كيكون الشكل ديالهم بحال ديال الشوفان. هنا كاين انواع ديال رقائق الشوفان، وبزاف اللي خلاو لي في التعاليق ان الشوفان فيه جلوتين. فانا كنأكد لكم ان الشوفان ما فيهش الجلوتين، وإلا شريتوه من المتاجر الكبرى فكتقراو عليه انه بدون جلوتين. الا ما لقيتوش بدون جلوتين فيعني انه مصنع
فالماكينات ديال القمح خدا داك البروتين ديال الجلوتين من القمح، اما هو كحبه راه ما فيش الجلوتين. وانا سولت عده مرات وبحثوا وغادي تلقاو كلامي صحيح، لان كنسمع بزاف ديال الدكاتره سواء اجانب او لا عرب او لا مغاربه فعندهم نفس الهضره، هو راه ما فيش الجلوتين نهائيا، غير خاصكم تقراوها فيه. يعني بدون جلوتين ما يكونش مصنع في الماكينات ديال القمح. هنا كنلقاو جميع كيف ما ذكرت الدقيق ديال الشوفان، كاين اللي كومبلي، كاين اللي مصفينو، كاين دقيق الكوك كذلك. وهنا عندي الكوك، عندهم واحد الكوك غزال بزاف، هو غليظ وكتلقاوه بحال اللي طري والريحه ديالو قويه بزاف. اللي هو هذا غادي تشوفوا معايا المنتوجات اللي شريت، غادي نصورهم لكم في الدار. هنا عندي كذلك دقيق الكوك اللي كنستعملو كذلك بزاف، والثمن ديالو مناسب، تقريبا واحد 6 دراهم ل 100 غرام. وهاد الجهه كيكون فيها جميع انواع ديال الدقيق اللي كتكون اورغانيك، يعني بدون مواد حافظه وبدون مبيضات. كاين الدقيق الابيض اللي هو هذا ما كيكونش فيه ديك الماده البيضاء بحال اللي كنشريو العادي من المتاجر، حتى اللون ديالو كيبان لكم انه ماشي بيض بزاف. كاين دقيق القمح، كاين دقيق الشعير، كاين دقيق القمح الكامل الصلب، هذا دقيق الحنطة السوداء اللي هو هذا، كاين دقيق الحنطة السوداء الكامل هو هذا، وكاين اللي مصفي هو هذا. الحنطة السوداء راه خدمت معكم بها الخبز، وريتها لكم حب كيفاش الشكل ديالها. هذا الدقيق الخاص بالحلويات، وهذا نفسه غير هو كيكون الكامل كذلك اللي كيكون خاص بالمخبوزات. مهم كاين انواع ديال الدقيق، هذا ديال الشعير اللي كتكون اورغانيك بدون مواد حافظه، وحتى في الزراعه ديالها كتكون ما رشينهاش وكتكون طبيعيه. الثمن ديالهم كيكون شويه مرتفع، راه ماشي رخاص طبيعه الحال لانهم طبيعيين، وحتى الانتاج ديالهم كيكون قليل، ولكن ما كنحتاجوش بزاف. يعني مره كناخذوا كيلو من الحاجه او نصف كيلو من الحاجه. بالنسبه لي انا كناخذ غير نصف كيلو من كل حاجه، راه كيبقى لي مده. هذا الدقيق ديال الشوفان. هنا عندنا جميع انواع ديال الاتاي الطبيعيه، كاين اولا القهوه، هذه اللي تحت ماتشا، القهوه د ماتشا غزاله بزاف للصحه وكتعطي مناعه. كذلك هنا جميع انواع ديال الاتاي اللي كتكون طبيعيه ومفيده. وهنا كتكون العطريه، جميع انواع العطريه اللي بغيتوها راه كتلقاوها هنا، وكتكون غزاله وطريه وجديده. هنا الجهه ديال الزيوت، فهنا صورت لكم زيت الكوك، كاين انواع كثيره وكتكون كذلك اورغانيك، غزاله بزاف. انا كناخذ هذه اللي عندها البواطه صفراء، غزاله ماشي الاكل كناخذ الكبيره. هذه بالنسبه للبشره للشعر رائعه. وهنا كاين انواع ديال الكونفيتير اللي كيكون بدون سكر وبدون مواد حافظه، لكن الثمن ديالهم كيكون غالي. سبق لي حضرت معكم الكونفيتير اولا المربى بدون سكر، وانا سبق لي شريته منه، وفاش حضرته في البيت راه نفس الوصفه ونفس المذاق، لان حتى هذا كيكون بدون سكر وكيكون بدون مواد حافظه. يعني غير الفواكه كيطحنوها كيطيبوها وكيصبروها. هنا كاين الورقه د الروز، بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه الجلوتين كيبغيو يديروا بريوات او لا قنينطات، فهذه هي الورقه ديال الروز. سبق لي حضرت معكم قنينطات بها، كيجيو غزالين. الناس اللي كيديروا الحميات او لا اللي عندهم حساسيه الجلوتين، حتى واحد ما كيتحرم من شي حاجه. هنا كاين انواع ديال العسل الطبيعي. وهنا الفوق كاين العسل الخاص بالمرضى السكري اللي كيسولوني على ستيفيا، هي هذه. كاين انواع كثيره ديال ستيفيا، عاده انا كناخذ هذه الباطه اللي عندها الغلاقه خضراء. كاين انواع ديال السكر اللي كيكون خاص بالمرضى السكري. بالنسبه لهذا فكيكون السكر ابيدول، يعني كيكون خاص ديال اصحاب السكري. كاين اريتريتول اللي بودر، وكاين سائل. انا كنفضل ستيفيا لانها حلاوه طبيعيه من نبته وكتكون بدون اضافات نهائيا. هنا كاين انواع ديال العسل كل وحده والثمن ديالها. طبيعه الحال العسل الطبيعيه كيكون الثمن ديالها مرتفع. هنا كاين سكر د الكوك،
اللي سولتوني عليه بزاف انا كناخذو منها. كاين سكر الكوك اللي كيكون كامل، يعني هذا اللون ديالو داكن على اليد اليسرى، كاين اللي شويه مصفي، كاين اللي مصفينو كذلك غير شويه، وكاين اللي بيض يعني كيكونوا مصفيينو بزاف. انا دائما كناخذ الكامل. هذه طماطم اليابسه، فانا غادي ناخذها وغادي نصايب لكم بها الخبز بالعدس، كتجي غزاله. بالنسبه اللي جربوا الخبز ديال العدس وجاهم شويه مجهد، فان شاء الله غادي نصايب معكم واحد الخبز اللي غنديروا فيه هاد مطيشه اليابسه، كيجي غزال بزاف، والمذاق ديال العدس ما كيبانش نهائيا. هاد الجهه فيها الشامبوان وجيل ديال الناس اللي عندهم حساسيه الجلد، او اللي عندهم لاكزيما، او اللي عندهم صدفيه، هذه خاصه بهم. كيتباع الجيل والشامبوان ديالهم خاص، وكذلك كل المواد ديال التجميل اللي كتكون خاصه بالناس اللي عندهم حساسيه الجلد. هنا كنلقاو جميع لي باط، انواع واشكال ديال المرضى السيلياك او لا حساسيه الجلوتين. كاين المقارونه اللي بالعدس الاحمر، كاين المقارونه بالعدس الاسود، كاين بزاف الانواع بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه الجلوتين. كذلك هنا كنلقاو لي بسكوي او لي مادلين ديال الناس اللي عندهم حساسيه الجلوتين. الثمن كيكون مرتفع جدا صراحه، الثمن ديالهم بزاف. داكشي علاش انا مره كنخلي لكم في القناه الخبز، مره الخبز مره البسكوي مره حلوه اللي كتكون بدون جلوتين، لان الثمن ديالهم مرتفع. تخيلوا راه غير واحد القويبصه غير صغيره راه كتوصل حتى ل 1200 او لا 60 درهم، فيها غير شي حبيبات. هنا عندي انواع ديال الشوكولا الفوق، شوكولا نواغ بدون سكر اللي كتكون حبيبات ديال الكوكيز او اللي كنديروها هكا في الكيك، كتكون كذلك حتى هي بدون سكر وكتكون فيها نسبه الكاكاو عاليه. كاينه البيضه كذلك. وهنا خلاص كاين هاد الفواكه الجافه اللي كنحتاجوها بحال الكيوي، بحال الخوخ يابس، بحال هنا كاين اللوز، الكركاع. انا ما كناخذش منها هاد الفواكه الجافه لان الثمن ديالها مرتفع جدا. هذا ما كان حاولت انني ندير معكم واحد الجوله خفيفه باش تشوفوا المنتوجات منين كنشريها. كيجيوني بزاف الاسئله منين كتشري هذه ومنين كتجيبيها، فانا دائما كنتقدم هاد المحلات تكون مضمونه وعليها مراقبه. فهذا الخبز الثمن ديالو غالي، غير خبزه وحده تقريبا من 800 حتى 1000 ريال. وكذلك المادلين غالي بزاف كيتباع بالحبه. هادو هما المنتوجات اللي شريت اليوم معكم في هذه الجوله. خديت الزنجله الابيض، خديت هنا كذلك الكوك. هذا الكوك غزال بزاف، غليظ والريحه ديالو قويه، ميدم رائع. كذلك خديت هنايا الدقيق الكوك اللي غادي نحتاجو، وغادي نحاول ندير معكم الوصفات كثيره ان شاء الله بدون جلوتين وبدون سكر بالنسبه للناس اللي عندهم هذا المشكل. وبصفه عامه واخا ما يكون عندكم حتى شي مشكل صحي، فالناس اللي كتبغي تاكل الاكل الصحي. وهنا خديت زريعه الكتان، جوج الانواع، الصفراء وهذه. كذلك خديت هاد مطيشه اليابسه، غادي ندير معكم ان شاء الله الخبز بالعدس بالمطيشه اليابسه، كيجي غزال. هنا كذلك خديت الحليب بودر. وهنا بسيليوم خديت تقريبا واحد 100 غرام. وهنا خديت هاد الحب العزيز، هو كنحتاجو بزاف وغادي ندير معكم ان شاء الله به الوصفات. كذلك خديت سكر الكوك، هذا كيكون طبيعي 100% بدون اضافات، وحتى المرضى السكري كياخذوه ما كيطلعش الانسولين. هنا خديت الحنطه السوداء، وخديت زيت الكوك 3 ليا. هذه غزاله لا للبشره ولا للشعر، وانا كنصايب بها واحد ديودورون طبيعي هي، وبعض المنتوجات اخرى. وكذلك الزيت ديال السلميه، كنزيد زيت السلميه ديودورون طبيعي غزال بزاف وما فيه حتى شي مواد ضاره. من بعد خديت الشوفان. وهنا كيجوني بزاف الاسئله على البيكربونات الصوديوم، هي هذه اللي كناخذ. الثمن ديالها كيكون شويه مرتفع، ولكن راه كتبقى مده طويله، تقريبا كانت عندي اكثر من عام. هذه كتكون اورغانيك
طبيعيه 100%، ما فيهاش الماده الالومنيوم، ما فيهاش مواد كيميائيه، راه كتكون مكتوبه من الفوق وفيها الطابع ديال المراقبه، كتكون طبيعيه 100%، ما كتخافوش منها نهائيا. نتمنى هاد الجوله تكونوا استفدتوا منها. كاين بزاف ديال المنتوجات اللي كنت بغيت نصورها لكم بحال بروبوليس، غذاء الملكات، حبوب اللقاح، لكن المحل كان فيه بزاف الزبناء ما خاصنيش نصور، فحاولت نمشي غير الجهه اللي ما فيهاش الناس. وهاد بروبوليس وغذاء الملكات عندي في البيت ونسيت ما حطيتهمش مع هاد المنتوجات. بالنسبه لهاد المحلات كيكونوا في جميع الدول فين ما كنتو، كيكونوا محلات غير صغيره كتبيع مواد بدون جلوتين ومنتوجات اورغانيك طبيعيه وكذلك بدون سكر. حتى في المغرب يكونوا في المدن الكبرى، في حالتي لما لقيتوهمش كتقلبوا على هاد المنتوجات غير في المتاجر الكبرى او لا عند العطار، غير هي دائما تكون مكتوب عليها اورغانيك او لا بدون مواد حافظه. بحال مثلا بيكربونات الصوديوم خاصها تكون مكتوبه بدون مواد حافظه او لا بدون الومنيوم. اللي كيجيوني عليها بزاف الاسئله هي بيكربونات الصوديوم. فنتمنى لكم الخير والتيسير وشكرا لكم على المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.